عندي تعقيب على حبيبنا الإماراتي اللي طلع كومونتا على على الوضع. على واحد التعبير تاعو كي قال الجزائر عندها أعداء وهميين. هو هاد لاماس اللي كاينة، لاماس الدبلوماسية اللي صرات بين الإمارات والجزائر، راهي عندها سبب واحد برك، اللي هو التدخل الإماراتي في دول منطقة الساحل خاصة. هذه على جهة الشرع، فهمتني؟ يعني الإمارات مثلا تمول الدول كما مثلا ليبيا، في السودان، دعم يعني دول كما نقولوا احنا انفصاليين في الدول هذوك، فهمت؟ هذا هو لو كان تدخل جزائري وسي ان كومونتير برك، يعني ما كان حرب ما كان والو، سي ان كومونتير دبلوماتيك من جهة الجزائر غمتها. فهمتني وشكون خويا؟ انت باش وشكون انت باش تحكم على دول الساحل؟ لأنهم دول مجاورة لينا. دول مجاورة لنا تحبوا لهم الخير كما حبيتوا للمغرب، ولا كما حبيتوا لليبيا، ولا كما حبيتوا للمالي مش قضية والنيجر؟ نحبوا لهم الخير، ما هذو واش هو دول اخويا واش عندهم قرارات خاصة هما اللي يقرروا، فهمتني؟ كيفاه؟ هذ الدول عندهم قرارات خاصة هما اللي يقرروا، مش احنا اللي وشكون نقرروا، انا فهمتني؟ ما فهمتش السقيفة ما هما فهمتش انا. هما عندهم شكون احنا من نحن حتى نجيو نديروا الحق ديالنا نبنيو دوله حنا حتى ندافعوا ولا ندخلوا في شؤون دوله واحده اخرى؟ ومعليش اللي عندنا دوله جزائريه. ومن هي الامارات باش تمول المرتزقة في ليبيا؟ شكون هو؟ وانت واش دخلك في ليبيا؟ هاني نحكي لك انا، ليبيا بالنسبة للجزائر دولة مجاورة. شوف انا بالنسبه نحكي لك ليست دوله مجاوره. ليبيا شكون اللي قفل عليها الحدود؟ ليبيا شكون اللي قفل عليها الحدود؟ احنا ايوا. على اها اخوك الليبي هذاك الوقت القذافي يا اخي كنتو صاحبكم، على ما دخلتوش القذافي تمنعوه يا اخي زعما صاحبكم؟ وهما ما قفلوش علينا حدود في التسعينات كي كنا في العشرية ما السوداء. قفلتش. لم تقفل عليك ابدا ليبيا الحدود. نظن قفلوا، صح معلوماتك؟ لم تغلق عليك الحدود، حتى المغرب لم تغلق الحدود. الجزائر هي غلقت الحدود، المغرب فرض الفيزا فقط. اكزاكتومون. المهم انا نحكي لك يعني. اما المغرب، حتى المغرب ما شوف قفلش الحدود، المغرب شوف فرض الفيزا بس نحكي زيد. لك انا على الحكم الاماراتي، ما عنده حتى دخل في دول السودان ولا في دولة ليبيا ولا في دولة وانت ما هذا دخلك انت، هذا هو الاماراتي عنده براغماتي يخدم، وانت ما دخلك مثلا في المغرب اذا انت جاركم تدخل ما فيه وانت تدخلنيش. تكون انا سال اللي ناس نحكي، منه. انا اللي نحكي من بوان دو في تاعي، انا ماشي نحكي نهضرك من بوان دو انت في تاع تهضر الدول. البوان دو في تاع نظام، انا خليك من البوان دو في تاعي. انا ما هضرتش مع الامارات على البوان دو في تاعي، انا بصح انا هضرت مع مانيش ناظر، الامارات باسم انا النظام مانيش ناظر الجزائري. صيفط النظام، انا راني نحلل لك واش لا صرا. لا 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 ما لا لا لا, تخرجش لا. انت تتكلم كومونتير بصفت، انت تتكلم بصفت شوف خويا، انا اليوم كي نهضر مع الاماراتي انا ما نتكلمش وانا الشيخ كوكو. انا كي نتكلم الشيخ كوكو هو عباره عن ممتنع على شيء. مانيش ننتقد في الاماراتي ولا نتحارب مع الاماراتي على اكزاكتلي، شيء. ما انا مانيش نحكي انا فيه. انا اوكي خويا، انا الامارات كي نعطي لواحد الحاجه اولا نروح النظام الجزائري واش خلى الامارات كيما هكاك. من هو؟ ايه انا اليس هو نفهم فيك النظام السبب الجزائري؟ اللي خلى النظام الجزائري يمد هذاك الكومونتير، فهمت؟ انا مانيش مع النظام ولا و... انا انسان والنظام نشوف فيك والنظام والنظام لاجيري، الجزائري والنظام على بالنا الجزائري بلي واش دار؟ النظام تاعنا هاوش فيه هاوش فيه، ما بغيتش ندخل انا في لي ديتاي هذوك. انا نحكي ومن هي الجزائر حتى سبيسيفيكمون على تتحكم في الكومونتير الدول تاع المجاوره؟ شكون الرئاسة. هي حتى هي تحب تحكم في الدول المجاوره؟ انت تتكلم اذا تتكلم، انا اليوم كي نهضر مع الاماراتي انا ما تكلمتش معاه باسمي كوكو. هاك انا سميتها تكلمت دولة معاه مجاورة خويا العزيز، دوكا انت تقدر تدخل دوله مجاوره. في هل السياسية الجزائر هل والنظام الجزائر هل والحدود. الجزائر هل الدوله المجاوره مثل المغرب مثلا، هل الجزائر تحب المغرب او الامارات التي تحب المغرب؟ شكون اللي عندها علاقات مليحه مع المغرب، الامارات ام نظن ام حاليا، أم نظن بلي الجزائر؟ الامارات، شي معلوم هذا. اوكي العزيز خويا، هل المغرب لقى فيه خوه المجاور ولا لقى فيه خوه البعيد؟ في الامارات شي معلوم هذا. ما انا العزيز خويا، هل الجزائر هذه كي تتدخل يعني بكل صراحه، هل تدخلات الجزائر ايجابيه ام سلبيه؟ تدخلات الجزائر ساديبو على الدولة، انت راك مركز لي غير على المغرب، وانا المغرب انا اكيد نركز لك المغرب لانك اللي انت لها رحت علاقات كلمت اصلا، ما عندهاش اصلا لانك انت علاقات. رحت كلمه الجوار. نو ما تروحش كلمه الجوار. الجوار اكبر دوله لا تحترم الجوار هي الجزائر. علاه رانا ندعموا في تونس دولة مجاورة، رانا ندعموا في وين الجزائر دولة اي دعم اي مجاورة، دعم رانا نسلو لتونس؟ في اي دول دعم مصر لتونس؟ هو ومالي استعمال ودول. تونس فقط. هو عباره عن استغلال تونس فقط. من علاش قلنا صنع استغلال النهضه؟ بصح؟ علاش ما تسميهش رانا نعاونوا فيهم؟ صح، لا 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 رانا لا. نعاونوا فيهم. بوش تعاونهم ونعاود لك بوش راني والله عاونتهم. غير راني مش زعما راني ضد النظام بوش ولا تعاون انا ماشي النظام. بار لا فيريتي، دي فوا جايين بوش عاون نقولوا تونس بار لا. مسكينه. بوش عاونها. بوش عاوننا تونس.
بترول، غاز، المنتجات الغذائيه كاملين اللي راهم يدوروا في تونس. اوكي العزيز خويا، هل انت الجزائر البترول والغاز، هل انت البترول والغاز اولا تدي فيه انت؟ هل انت جزائري تستخدم البترول والغاز تاعك مانيش تخدم ندي على تونس فيه. ولا تخدم؟ احنا رانا شوف ما راناش نحكيو على الافراد، رانا نحكيو احنا على تكلم معايا الناس كنظام، راهم تكلم معايا يمشيو العلاقات كنظام. الخارجيه انا مع اليوم الدول نهضروا الاخرى. بالنظام. على واش انت تدافع على الجزائر عن طريقه انك انت تتكلم باسمك مانيش انت؟ ندافع، انا نحكي لا فيريتي، جو سوي الجيريان. واش من لا فيريتي كل دوله عندها السياده نتاعها، ما دخل الجزائر في الاخر. هل دارت كتله تجمع شمال افريقيا؟ من هي اللي دائما ضد شمال افريقيا؟ الدولة التي فرزعت شمال افريقيا أليست هي الجزائر؟ كيف للجزائر التي هي الدولة التي هي تفرق ما بين شعوب شمال افريقيا تدخلت في ليبيا، تدخلت في المغرب، تدخلت في مالي، تدخلت في النيجر، وتجي اليوم تقول لي انت من حقها تدول لي انها دول جوار؟ هل لا، اخر دوله التدخل تتكلم، في ليبيا، اخر دوله تتكلم عن اسمح الجوار لي، هي الجزائر. اسمح لي دقيقة برك. هل التدخل في ليبيا كان تدخل بالنسبة لك أنت إيجابي أم سلبي؟ هل كان تدخل عسكري دخلنا بلي مارينز نقتلوا في سلبي الناس، سلبي ولا سلبي دخلنا اخر. حكومة الوفاق نعطيك، ولا شو اسمها؟ شوف نعطيك واحد الحاجه، إذا كان انا لا كوني لا، شوف في انا كل كوني كامازيغي، انا نجاوبك انا نجاوبك انا لا حاجة نجاوبك أخرى. انا كوني درك انا كوني كامازيغي، ما دخل الجزائر أنا النظام ثاني الجزائري أمازيغي في. خويا، أنا شاوي فيف اوكي لالجيري. خويا، واش دخل النظام الجزائري في الامازيغيه في ليبيا؟ النظام الجزائري أمازيغية، فهمت سؤالك. روح للسفير الجزائري اللي تدخل الفمه في ليبيا وقال لهم على واش ديروا على المجلس الامازيغي في ليبيا، المجلس الاعلى الامازيغي. حتى الناظر الليبيين وداروا حاله. ما دخل أه الجزائر في الامور كيما ما عليك ما خلات حتى خاطر بلاد. ندخلوا، هذا ثاني موضوع يعجبني بزاف ندخلوا فيه، بأنه أنت ثاني اسمه هذا هو موضوعك مهتم به بزاف. أنا ماشي بالنسبة مهتم انا بالنسبة لي يعني شت الحل في الجزائر، هو الحل هو نظام فيدرالي. علاش؟ باسكو ماشي. نحكي لك نظام فيدرالي. علاش؟ نعطيك اكزومبل برك كنت قيس عليه. في الاسبان بار اكزومبل، حتى هم عندهم دي كوميونيتي، كاتالونيا، اقليم الباسك، اقليم كذا، اندلسيا. ويبقى النظام الجزائري هذا، ويبقى النظام، واش داروا؟ وتبقى سياسه النظام الجزائري الخارجيه. خليك على بالك، انتم كي تهضروا الفيدراليه دائما تهضروا الفيدراليه. هل الفيدراليه تحت النظام الجزائري هذا، السياسه هذه؟ هي تحت نظام. شوف ما ما نقولش نفس فائده ما هي؟ الحكومة ولا اوكي نفس خويا، النظام لا الحكومي. هضر معايا، خلينا نهضروا شو الواقع. هل السياسه الجزائريه الاموال تاعها تروح خارجيا ام داخليا؟ تروح في التسليح. البريمي بيجي هو وزارة الدفاع. اوكي خويا، اوكي، ما هو سبب التسريح هذاك؟ التسليح انا بالنسبه لي الجيش حاجه مليحه، لكن انك تفضل آه، التسليح على قدره شرائيه، نظن باللي صحيت خويا، كاين اولويات. اكزاكتومون. صحيت العزيز خويا. اليوم نتايا القضايا اللي تبناتها الجزائر اليوم، كل البيجي نتاعها كله رايح في الامور الخارجيه، ما بين العصابه اللي تحكم فينا مع القضايا الخارجيه باش ياكلوا الخبز. لو كان جاء النظام الجزائري سراق وياكل، جو منفو ياكل ويخلي الدراهم داخل البلاد، معليش. هل الجزائري النظام الجزائري كي يسرق ياكل ويخلي الدراهم داخل البلاد ولا خارج البلاد؟ باينه بلي خارج بلاد، في بنوك سويسرا وبنما. اكيد. لذلك راح دير فيدراليه، انت دروك راح دير فيدراليه تحت النظام هذا اللي النسبه الكبيره تاع الاموال تاعك خارج البلاد، وانت عاد دير تحته فيدراليه. لا واش تهضر على 30% 20% اكزاكتومون، بصح دير في 10%؟ حسابك حاجه باللي النظام وما يتغيرش بين ليله وضحاها، هذه في العالم كله. النظام النظام الدوله ما النظام صراتش، النظام فهمت؟ النظام الجزائري. النظام يتغير انا اعطي. بشويه، فهمتني؟ ما عندكمش حل. انا مشيت، انا عندي خطوه، درت بروجي هو الماسك موفمون امازيغ بور سوتينير لي كابيل. هل انتم الجزائريين عندكم بروجي واحد اخر لتغيير النظام؟ انا مدير بروجي. اكزاكتومون. البروجي هذا تاعك باش يصلح لك، او يصلح لك كي يكون نظام فيدرالي ويعطيوك انت انك برلمان. لا تكلم. الماسك حدثت من لم تحدث، فانا استغل الوضع السياسي الحالي. اني ما حدثت استقلال، افهمني. انا اتجاهات انا سياسيه نحترمهم الكل، اي واحد عنده اي اتجاه سياسي حتى ويكون انفصالي نحترم القرار تاعو، لانه عنده دي زارغيوم. صح. شوف العزيز خويا، راني نقول لك باللي باش شوف يكون هذه الحاجه لازم نظام فيدرالي، لانه الانفصال انا بالنسبه لي يا اخي انت يا العزيز خويا، انتم يرحم بابك كي تقول نظام فيدرالي ونظام. انت كيفاه تخلي النظام هذاك يخدم في الامور كيما هذيك؟ كيفاه خبيت النظام؟ انت النظام ما خمش في الشعب، انت تخمم تقول له دير نظام فيدرالي ونظام اخر. انت على بالك باللي مشكل كي في السياسه الخارجيه
الخارجيه اكثر ما في السياسه الداخليه؟ يا اخي هل الناس تعلم مش انه لو لاقيه كان واش كان تاكل في البلاد، يا اخي الناس مش لاقيه واش تاكل في يا البلاد. اخي يا اخي اعطيني انت الحل انت كي تقول نظام فيدرالي تهضروا دائما بالنظام الفيدرالي، وعندك انت قلت لك السياسه الجزائريه لا الخارجيه مش نتنه. صيف الجمع، لانه هذا راه وقع تما فكره شخصيه. دوك نفهمك، نظام فيدرالي هذاك فيه يجي الناس مثلا المقاطعات كي يبداو يدومونديو دوكا، مثلا خليني نكمل لك الفكره تاعي. مقاطعات يدومونديو كاع الشاويه من القبائل نجمعوهم. كيف تبداو مراكي اوكي كيف في بالك انت تهضر مع الشعب هذا تقول له واش الهضره اللي تهضروا فيها؟ اعطيني الورقه اللي تقدر تخدم بها، ما انا قلت لك عندكمش. سما انتوما دائما شوف كي نوصل تاع الحراك يقولوا لي نريد دوله العدل والقانون. كيف دير دوله العدل والقانون؟ كيف تغير النظام هذا؟ كيف تغير له السياسه نتاعو؟ تفضل. صعيبه باش يتغير النظام اخي العزيز. انا كيف عندكم كلش صعيب، ما عندكمش طريقه. انتم عندكم حل، ولكن طريقه توصل للحل هذاك ما عندكمش. انتم ما عندكم الحل. شفت كي تطلعوا؟ شوف انا قلت لك نظام فيدرالي. نو ما عطيتنيش حل، ما عندكش حل، ما عندكش هذا حل. ولكن لا عزيز خويا، الفرق بيني وبينكم شو؟ اسمعني، ما هو الفرق هي، اسمعني تشوف الفرق بيني وبينكم انكم انتم تعطيو حلول، ولكن الطريقه الوصول الى الحل ما عندكمش. اما انا عندي حل وعندي طريقه للوصول الى الحل. فهمتي قصدك الآلية ما عندكمش. انا الآلية تاعي واش هو؟ لقيت واحد الحركه او بلاد او شعب يطالب بالاستقلال، يناضل من اجل الاستقلال. هذاك القبائلي يناضل من اجل الاستقلال. انا كوني كجزائري استغليت هذيك القضيه هذيك. لماذا؟ من اجل الجزائر، انه نزعزع بها النظام الجزائري. لماذا؟ هنا تقدر تقول لي انت كيف تزعزع النظام كما كنت واش تهضر تخرف. لواش؟ لانه الماك واش ياتي بتدخلات اجنبيه. الماك راح يتبناه اليوم الامارات عندك علاقه ماشي مليحه قادر غدوه تبنى الماك تساندو. المغرب عندك علاقه ماشي مليحه قادر تساندو. فهمتني؟ قدام دوله قادر تساندو. يعني هذه السياسه الخارجيه الجزائريه اللي عندها عيوب مع بزاف دول راح تخلي دول تتبنى الماك. كي تساند الامارات، كي تساند الماك هذيك اكيد راح يلحقوها اللجنه الرابعه. الجزائر تحس بالخطوره، كي تحس بالخطوره كيما هكاك واش دير؟ راح تولي تركش ولا لا؟ بصح واش تركش واش دير؟ ماذا تركش تغير السياسه نتاع ان بار اكزومبل الدول هذو اللي رابحين مع العيب. نعطيك بار اكزومبل تعطي صلاحيه اسبانيا. نعطيك بار اكزومبل المغرب مثلا. المغرب البوليزاريو طلبت الاستقلال. المغرب من اجل مصلحتها شكون اللي دار لها المشكل؟ اليست هي اسبانيا ام لا؟ صحيحه. اسبانيا هي اللي كانت عندها الصحراء. لو كان جات اسبانيا حابه تحل المشكله حلاتو وتجي تقول لك بار اكزومبل هذه الاراضي مغربيه وتفلت في المشكل. ولكن اسبانيا استغلت الموقف هذاك دير به. الجزائر باش توقف مع المغرب ويوقفوا الدول الاخرى المجاوره مع المغرب، زادوا ضد المغرب مع اسبانيا. فهمتني ولا لا؟ اسبانيا كشغل تفرد منيه باش تعصر المغرب. المغرب واش دار في الدبلوماسيه نتاعو؟ ما ربحش لعب مع كلش، سما اسبانيا الى انه خلع خلى اسبانيا تخلع وتولي موقفها مع الصحراء المغربيه ايجابي. فهمت ولا لا؟ يعني شوف انا الدبلوماسيه، شوف الدبلوماسيه اللي انا كيف دارت. انا ولات اسبانيا واش دارت؟ تتعامل انه خلات اسبانيا انها ترضخ الامور كيما هكاك. لا من اجل الارض نتاعها. الجزائر ما عندهاش مشكل خلاص في الامور هذو، عندها مشكل هي ترسيم الحدود. لو كان رسمت مع المغرب وكانت تفريها بكري خلاص مع المغرب وكانت تفري مع الدول المجاوره. اما الجزائر ارادت بوكله الشعب تاعو واش قالت لهم؟ قالت له باللي المغرب هذيك واش تحب؟ راهي عندها الحدود الحقه في الدستور. المغرب الحدود الحقه نتاعو في الدستور. اذا حبيت تكون شويه تخمم مليح، هل تنازل عن الحدود الحقه نتاعو؟ اليست موريتانيا من الحدود الحقه نتاعو في التاريخ المغربي ولا لا؟ موريتانيا عند المؤرخين المغاربه او كيما نقولوا عند المؤرخين المغاربه اسيدي، هي موريتانيا تابعه للمغرب الى غايه نهر السنغال، فيها مبايعه للعائله العلويه. قال لك هذه التاريخ نتاعنا. اوكي العزيز خويا، هل اعترف الحسن الثاني بموريتانيا كدوله؟ اعترف سنه 1969 ولا 68 حاجه 69 تبان لي. اعترف بموريتانيا دوله. المغرب كان ماذا؟ يحافظ على مغربيه الصحراء. كان دار اتفاقيه مع بومدين في رسم الحدود، استغلال غار الجبيلات لمده زمنيه ودعم الجزائر لمغربيه الصحراء.
فمن انتقد هذه البنود هو النظام الجزائري. لماذا؟ لانه واش قال لهم؟ لانه كانت عنده اطماع بالقوه تاع القوميه العربيه. قال لك انا مع اليوم مع جمال عبد الناصر ومع حافظ الاسد ومع مع ليبيا ومع بورقيبه، ومع بورقيبه كان يضرب من تحت لتحت، ومع كيف اسمه الجماعه هذو، مع جنوب افريقيا جاب دول خارجيه اخرى منهم جنوب افريقيا، جاب كوبا، جاب فنزويلا، جاب دول اجنبيه اخرى خلاص جابهم باش يدخلوا في المغرب كيما هكاك. فهمت اخي العزيز ولا لا؟ المغرب كان بالعكس، كان راح يرسم الحدود، راح تكون عنده كلش. اما الجزائر واش تقري في الشعب تاعها؟ تقول له لانه لو كان ما ندير لهمش العصا في الرويضه يطلبوا الصحراء الشرقيه. اوكي ليست في الصحراء الجزائر. الشرقيه هذه اسمح لي نو 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 نو. هذه قول لي برك خويا. احنا كي نشوفوا جيوسياسيين كما نقولوا احنا في الامم المتحده ملف الصحراء الغربيه نظن باللي ملف ارض متنازع عليها لا ارض متنازع عليها، ولكن شيء هذا نظن. ولكن موقف الجزائر للشقيق المغربي، لانه الشقيق المغربي حين ساعدك في وقت الثورات زعما الجزائريه اللي رانا نتكلموا بها ونفتخروا بها، ساعدك الشمال المغربي وليس الجنوب المغربي. لم تكن اي ايجابيه او مساعدات من الله عاونك اللي الفوق. شوف المغرب شوف المغرب الجزائر هي اللاجئين. شوف الجزائر تعلم كانت عندها الوقت هذاك اللحظه ذيك في القوميه العربيه كانت تمن باللي تقدر تضغط على المغرب، لانه واش هي سقوط الملكيات. كان بومدين عنده فكر واحد اخر، هو بن بله قال لك باللي مصر معانا، الدول هذو معانا، كوبا معانا، فنزويلا معانا، جنوب افريقيا معانا. كانت القوميه هذاك الوقت العربيه ماشيه بقوه، سماو هذيك الجمهوريه، ما داروهاش امازيغيه ولا داروها جمهوريه صحراويه وخلاوها، زادوا لها اكسبري العربيه. على واش؟ لانه باش تنجح القوميه العربيه. ولكن كان منهي واحد ذكي، واش دار؟ ما حبش يدير يفتح بزاف جبهات عليه، ما حبش يقول لهم الصحراء الشرقيه وموريتانيا، نو. قال لك انا نحافظ على الجغرافيا الصحراء المغربيه خير ما يروح لكلش، لانه على جال واش عنده تهديد سقوط الملكيه، وعنده تهديد في الجغرافيا نتاعو. واش دار الحسن الثاني؟ سما اسرائيل، سما الدول الاخرين اكسبري، وسما شويه القوميه العربيه اكسبري، ولاح لهم الصباح. فهمت خويا ولا؟ باش يمن على الارض نتاعو. هذا هو باش تفهم مليح، لانه كان غلو بالنظام الجزائري انه بالقوميه العربيه انه يقدر يقسم ويدير. كانوا هما ممنين بالقضيه هذه باللي يقدروا يطيحوا الملكيه. هو على جال واش طيحوا الملكيه تاع السنوسي، طيحوا الملكيه تاع الفاروق، طيحوا الملكيه في العراق، طيحوا الملكيه كلهم طيحوهم اكسبري. ولكن الملكيه الوحيده في شمال افريقيا اللي ما قدروش يطيحوها عند الخليطيين، عند من؟ هي المغرب. لذلك بقات لهم شوكه في الحلق على واش الا المغرب تقعد ملكيه. اصلا راهم مادين 90% ولا من اراضي مادين عليهم، كيما مدينه اقصى مدينه في الجنوب، مدينه الداخله وقيل اسمها، وهي مع الحدود مع موريتانيا راهي تنتمي لهم يعني. وما راهم مادين اكثر من 90% نظن من مساحه الصحراء الغربيه يعني. فهمتني؟ اكيد هما اليوم الصحراء المغربيه هذه اللي تشوف فيها راهي عندهم، هي كان هذيك المنطقه العازله اللي يقول لك راهم يسكنوا فيها البوليزار. طلع على الشريط الاطلسي تفضل. شوف العزيز خويا، هنا باش نرجعوا باش من الملف هذا راسي هذا هو. احنا حبينا نهضروا على السياسه الجزائريه المتعجرفه. السياسه الجزائريه المتعجرفه. احنا لازم نكونوا متصالحين، ما احناش خاينين بلادنا. احنا عندنا مشكل بروبليم واش هو؟ انه مثلا كاين سمعوا مغربي يهضر ولا اماراتي يهضر ولا ليبي يهضر، تدينا النزعه الجزائريه ونوليو نطبروا بلا ما نفيقوا، تبنى باللي رانا خائنين. انا لسنا بخائنين، انت ماكش خائن ولد بلادي وانا مانيش خائن. نحن من اجل مصلحه بلادنا ما نطبلوش للنظام اللي راح يدينا الهويه. لانه نعطيها لك باش تزملح في راسك. كي تكون عندك ضغوطات خارجيه، مثلا الامارات يدها طويله، اليوم كيدير عليك ضغط خارجي اقتصادي، يدير عليك ضغط الاخر، يدها تقدر دير لانه عندها قوه اقتصاديه، تقدر عندها الاموال، عندها بزاف حوايج. واش تقدر دير؟ كدير كتاثر عليك. هل الشعب الجزائري اللي يضر ولا النظام الجزائري اللي يضر؟ ما يضرش النظام الجزائري، لانه النظام الجزائري على جال واش هو ما يضرش النظام الجزائري. اذا نقصت لهم الميزانيه نتاعو واش يدير لك هو؟ ينحي لك من فمك يوكل هو. لذلك يا الشعب الجزائري حنايا ما نمشيوش نطبروا ونبداو نقولوا النظام تاعنا والتبون تاعنا والاخر منهم مليح، والاماراتي هذا يجي يهضر علينا كيما كل اخر. نو حنا عندنا الجزائريين. شوف عندنا الجزائريين واحد ضد النظام
اقتصاديا نقطة رجع السطر قبل ما نروح للأحوال الخارجية، نحاول نركز على الأحوال الداخلية للبلاد. مالغري ما رانيش عايش في الجزائر بصح والديا عايشين ثم وتربيت حياتي كل ثم وجو سوي الجيريان فيير، دونك نركز بوكو بليس على اقتصاديا يعني فهمت كي يكون عندنا اكتفاء ذاتي حنا يا ما تقدرش يا ومن بعد نروحوا شويه للشأن الخارجي. حنا النظام تاعنا مكسر راسو بالشأن الخارجي اكثر من اصلاح الشأن الداخلي اللي هو اولى باش نبداو به. انا قلت لك احنا هذاك هو. لذلك انا مع الجزائريين، النظام هذا راه يرمي فينا الاعداء وهميه بزاف، الاعداء الوهميه. والاعداء الوهميه هذه الواش هو يخلق فيهم. دونك انت كي تبروفوكي المغرب، واش حبيت المغرب يرد عليك؟ لو كان غدوه المغرب ساند الماك، هل نقلق انا من المغرب؟ ما نقلقش، لانه العين بالعين والسن بالسن والبادي اضرب. من يدعم في تقسيم دوله اليست هي الجزائر؟ لكن كاين المغرب دارها نظام لا يا اخي، بقات كي الشوكه حرب يا العزيز يا ما تقوليش اسمع حرب. العزيز خويا كي تهضر لي على حرب الرمال، هذاك لو كنتكلم معاه التاريخ هذاك عطيت فيه تفسير لحرب الرمال يعني الخوف في شوف عطيت فيه تفسير هذاك لحرب الرمال، ولكن ولاد بلدي ما حبوش يفهموا. تفضل. انا من الغباء دائما اعيدها في حرب الرمال، لانكم ترجعوا للتاريخ. هو ما بين تاريخ حرب الرمال في 63 وما بين تاريخ فرنسا في 62 لو اس واش عملت برك. حنا نسينا لو اس، ما عندناش مشكل مع فرنسا، ما عندناش مشكل مع ماكرون يا اخي ولا لا. حنا لو اس واش داراتو في توقيف القتال نهار جا عيد النصر هذاك، في توقيف القتال هذاك 19 توقيف القتال وقتاش 28 في 19 مارس 19 مارس 19 مارس لو 19 مارس توقيف القتال كي داروا لو اس هذاك الوقت قتلت بزاف من الجزائريين الوقت هذاك. على ما نسيناش تاع لو اس اللي هو قريب على 63 ونتفكروا ديما في 63. هو هنا تفهموا باللي خلق فقط، ولكن ندخلوا في القضيه ونتعمقوا فيها تاريخيا بعد ونزوها بمفهوم دومير وبمفهوم السنايبي. نخرج انا انفرد بوحدي عليهم كانسان محايد ونتكلموا بها. هل المغرب دعمت الجيش الجزائري بعد الاستقلال ام لا؟ مباشرة مانيش واثق من هذه المعلومة. هذه بتصريح بن بلة شاهد على العصر رئيس الجمهورية. بعد الاستقلال مباشرة تم تعزيز الجيش الجزائري سلاحيا من طرف المغرب. هل من الغباء دولة خططت لحرب مع الجزائر تعطيها السلاح وعلى بالها باللي هي سقوط الملكيات وتفتح باب جهنم عليها، انه على باله باللي الجمهوريه راح يكونوا ضد الكل؟ هل غبي المغرب للدرجه هذه؟ طبعا لا، هذا تناقض. هذا ليس غبي. الحسن الثاني بيتلح باش يتلح في المأزق هذاك، وخصتنا ديك الشخصيه تاع الحسن الثاني شي معلوم. وكاين فيديو الزياره بعد نتاع هذا السلاح. بعد كاين فيديو نتاع الزياره، فهمتوا ولا لا؟ تاع السلاح كاين فيديو ادخل درك تلقاه. الدوزيام اللي نعطيها لك في حرب الرمال العزيز هذيك عباره عن خلقها بومدين. لماذا؟ لتمويه الشعب الجزائري فقط، باش يبعثك ويلقى سبه للمغرب باش يطيح الملكيه هذيك وباش يدي العاطفه هذيك. لكن حدثت الحرب حدثت الحرب نعم حدثت الحرب او حاولوا الدخول يعني. ليس حاولوا الدخول، انما هو ابتزاز من طرف النظام الجزائري. شكون اللي قتلوا؟ المغاربه اللي قتلوا ولا الجزائريين اللي قتلوا؟ الجزائريين المغاربه هما اللي تقتلوا اولا، قتلوا 10 من المغاربه هذاك الوقت. دفاع ليس بدفاع هو بهجوم. انه هو اللي دار به هجوم. لانه نعطيك واحد الحاجه، العرجه بار اكزومبل هنا يا برك يا اخي داخله في الجزائريه زعما بالخريطه الجزائريه. العرجه كانوا فيها مغاربه يخدمون في ولا لا؟ الى يومنا هذا كاين مغاربه في الجزائر. لا كانوا مغاربه اللي يستغلوها. جاوا الجزائر النظام الجزائري حاوز هذوك تاع العرجه هذوك واش صرا بكري؟ المغاربه كانوا كيما هكاك مع الجزائريين، حدود مفتوحه هكا كانوا الاخر. استغلوا برك هذوك السبه. النظام الجزائري استغل السبه باش يدير الحرب هذه برك. استغلها الواش باش انه يدي العاطفه، باش يدي الشعبيه الاخر ويدي العاطفه، وبانت له يلقى سبه للمغرب باش يطيح الملكيه. ما طيحش الملكيه، خسر في ثقه الملكيه. بعدها دار اتفاقيات ودار كلش الاخر لنا، وبقى خبيث بومدين لانه على جرواش هو يريد الزعامه بعد جمال عبد الناصر. بومدين هو مريض نفسيا، لديه مرض الزعامه، جنون مرض هتلر. جنون العظمه، عنده مرض الزعامه مثل مرض هتلر، عنده ما جنون العظمه مثل القذافي، عنده جنون العظمه اللي كانوا يتصارع مع القذافي حول شكون يحكم. هو اللي مشى الجزائر في الشيوعيه الاشتراكيه على كل حال. لا في خليط كبير.
هذا لا هذا اللي نقول علينا. اخويا. انا باغي نقول لك السياسه الجزائريه كاينه حاجه ثانيه اللي هي نعرفوها، كل فرض التاشيره كي كنا في احوال صعبه في وقت العشريه السوداء، من وصل حقه التفجير تاع من نظام حقه. مراكش ولا الدار البيضاء وفرضوا علينا فيزا يا اخي هذوك ناقشتهم الامور هذوك وما الجزائريين. زال نزيد نعاودهم. يا اخي التفجير تاع مراكش، هل انت اليوم الجزائر دوله ارهابيه في التسعينات ام لا؟ ما نسميهاش دوله ارهابيه. ماتوا دولة الناس. إرهاب، دولة شوف كانت سيفيل وور، أي كانت سيفيل وور يعني حرب اهليه اوكي كبيره. حرب ما اهليه. نظنش المهم وصلوا خارج حرب، البلاد. المهم حرب اهليه، حرب اهليه. الجزائري مع الجزائري يقتلوا في بعضهم. شي معلوم. هل يؤمن المغربي من الجزائري اللي يقتل اخوه؟ المرض قدر يفوت عنده ليه. هل من حق المغربي ان يفضل تاشيره انه كيف ما عمليش شكون اللي راح يجيني لهنا، وقادر يستغلوا لي جينيرو الوضعيه اللي ما بين المغرب والجزائر في الصحراء المغربيه، ويجيو يديروا عمليات الفما باسم الجماعات الاسلاميه كما داروها في الجزائر. هل الجزائر ما دارش النظام الجزائري ما دارش عمليات ارهابيه باسم الاسلامويين؟ دار عمليات ارهابيه. هل يمنوا درك النظام المغربي انه ما يديرش عمليات ارهابيه ثاني عنده؟ راح يدير عمليات ارهابيه عنده، وقدر يستغل حتى بعض المغاربه النظام. تفسير منطقي لذلك يعني انت راك تقول خوفا من تفشي الارهاب من حق الحقيقه والحاضر انه ما قفلش عليك الحدود وقال لك ما نعاونكش ولا ما تاكلش ولا ما تشربش. هو فرض عليك الجي الاخر، لانه انا في اليوم الحدود ككوكو قفل غلق ما الحدود قفلش. يعني لا 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 لا. من غلق الحدود فهو غلقها الجزائر. نظر ولا غلق الحدود، لم يغلقها. لا فرض نحكيو على فرض التأشيرة. فرض التأشيرة هو ليس غلق هو فرض لا التسعينات مانيش سير اسكو فرض التأشيرة ولا غلق حدود. لا فرض التأشيرة. شوف لو كان المعلومة غلط انا ما نهضرهاش خويا، مش نهضر الغلطات، لانه كي نهضر الغلطات نستحي نحشم على روحي. انا شتي نكره نغلط، انا نحشم على روحي لانه انا نحشم نهضر من نعطي معلومة غلطة، لانه نقدر نعطي تحليل نتاعي انا، نقول لك انا هذا والتحليل نتاعي انايا كيما غير قلت لك السنايبي وقلت لك دومير، قلت لك انا انفرد بتحليل. حتى انا نحكي معاك من تحليلات شخصية. فرق ما بين التحليل وفرق ما بين الوقائع، فرق ما بين حاجه موجوده احداث وقعت. احداث وقعت. هذه فرض التاشيره. المغرب فرض التاشيره على الجزائر فقط. اما الجزائر واش هو حابه ما تفرضيش عليا التاشيره، خليني نبعث لك الارهاب يديروا عمليه سبابا انت مريض. على كل حال ما نتفقش معك في التفسير هذا، لكن تفسير منطقي خوفا من تفشي الارهاب. لا علينا. حكايه يعني العيايده دقيقه برك نجاوب هذه العيايده من الغباء حتى بن حليمه اللي هنا حضرنا له جزائريين وشافوه الجزائريين. بن حليمه كي كان في الحبس كان يهضر من هنا، نهار كيهبطوا من اسبانيا هضر الهضرات كل هالكوكو. اليوم انا غدوه لو كان تجيبني انايا العيايده لو كان كان متفق مع المغرب ومع النظام المخزني المغربي، هل من الغباء الحسن الثاني يسلموا للنظار؟ ما يسلمولوش. واش يديروا باللي راه مات ولا قتلوه ولا ما عمليش، عباره عن ارهابي. يقول لك راه مات قتلوه ما يسلمولكش، ولكن هو سلمولك من باب الاخوه. تفضل هذا قلت هذا ارهابي، ها تفضل الارهابي نتاعك، مد لك الارهابي نتاعك انت. وصلت انت برمجت الارهابي وحاب تستغل الموقف باللي او كان يتدرب عند المخزن. لو كان يتدرب عند المخزن، هل من الغباء الحسن الثاني يسلمولك؟ انا كوكو درك بعد لو كانت تسلمني فرنسا الى الجزائر، هل تعلم باللي نقول لهم فرحات مني هو اللي يمول فيا وقال لي اشري السلاح؟ هل تعلم باللي نقول لهم باللي المغرب راهو يمد لي في الدرام وقال لي دير السلاح ودير جماعات ارهابيه؟ هل تعلم باللي نقول له اسرائيل تمول فيا وقالت لي دير السلاح باش نمدك؟ هل تعلم باللي نقول له باللي امريكا راه يدعم فيا؟ انا نولي لانه واش؟ لانه العذاب. انا كي نوصل قدامه هذيك الغاز هذاك اللي يخرج منها ونقول لهم انا هو اللي قتلت بوضياف. انت شخصيا هل عندك يعني علاقات او خلفيات مع احزاب او ولا يعني تحكي؟ ليس لدي انا العلاقه الوحيده لدي هي مع حركه الماك. العلاقه واش هي؟ علاقه مصلحه. المصلحه وعلاقه انه نشوف فيها على حق. العلاقه نتاعي مع الماك هي ما هي، ليست علاقه اني في الجوفرنمون تاع الماك. العلاقه نتاعي هو انا الماك. اسمح لي نقاطعك، على حق اللي هو انفصال جمهوريه القبائل عن الجزائر. لا عزيز خويا انا مع التوجه تاعك من ناحيه باش تفهم التوجه نتاعي. التوجه نتاعي الجزيره العربيه كانت دوله واحده، حين كي كانت الجزيره دوله واحده كانوا عايشين الخرا. نهار نفاردوا تبان لي قطر دوله لاباس بها والبحرين دوله لاباس بها قد هكا وانفصلت، وعمان دوله لاباس بها والسعوديه دوله لاباس بها والامارات دوله لاباس بها. هذوك انفصلوا بدا كانوا عائلات. افهمني نقول لك واحد الحاجه. افهمني نعطيك واحد الحاجه. كي يخرج واحد عنده التفكير تاعو خير من النظام الجزائري، براغماتي
تفهموا شو التفكير، ماشي التفكير العاطفي. التفكير العاطفي ما نمشيش به، ولا التفكير خير من الديني النظام ولا اخي الجزائري. المسلم. اسكو الجزائريين كل 58 ولايه ولا اسكو لا المنطقه؟ عزيز خويا، انا اتكلم عن النظام الجزائري. اين هو الشعب الجزائري مع القبائل؟ بكل صراحه، اين هو الشعب الجزائري؟ كي نهار دار الحراك كيفاش مع القبائلي دار القبائل؟ واحد. رانا كاملين اوني توس دي الجيريان. لا خويا، لا 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 لا، هذيك هذيك قولها 2001 اللي زالجيريا وين راهم. ما تحكي، ما تقولش القبائل. اين هم اللي زالجيريان؟ بعدها اليوم. لا، القبائل هم المعارضين الوحيدين حتى في الحراك اللي دارته زعما المخابرات الجزائريه. ما ينتخبوش اصلا الانتخابات. لا نعم، اين هم الجزائريين؟ اذا الجزائريين انا ما تحكيش معهم. الجزائري القبائلي نورمالمون ما يحكيش معهم، من حقه، لانه على جال واش انا لو كان ما لقيتش الفكر تاع القبائلي، النظام، الفكر اللي راهو حاب يبني به دوله القبائلي هذاك، انا ما نأيدوش. انا نتمنى خويا بخير. بصح مام الشاوي امازيغي، انا امازيغي. واش دخل الشاوي؟ واش دخل؟ هل القبائلي اليوم يدافع عن الامازيغيه او يدافع عن القبائليه؟ يدافع عن القبائليين. تربح خلاص خويا، هذا هو التفكير تاعو، ولا ينادي باستقلالكم. نفسه لماذا؟ هل هو ليس امازيغي؟ يعني احنا الشاويه ماناش. ليس، حتى المغربي امازيغي، حتى المغربي امازيغي، والتونسي امازيغي، والليبي امازيغي. ما لا اجملوا بعضكم وديروا دوله واحده. اكزاكتومون. حتى الازواد باغي ما تصرحش لا الازواد لا. كي تنحسب الازواد انا نحب. انا الازواد، شوف انا الازواد شو نعطيك واحد الحاجه. وغرب ليبيا. شوف يفهمني باش نعطيك مليح واحد الان. الماك اليوم يا اخي الازواد يجيو معاه، او ما لا مارش انا نكون فما. انا الازواد ما عندي ما تدخلني فيها. ما عندي ما تدخلني فيها. انا الدوله، اذا الازواد حابين يديروا دوله في مالي، هذيك تحاسبهم. اما داخل الجزائر يا بابا خويا، تقدر تخليني نكمل خويا ولا لا؟ فهمت السؤال مليح. الازوات داخل الجزائر لا اتقبل بصناعه الدوله من طرف داخل الجزائر، لانه انا مع الفكر العلماني. لا اقبل باي دوله دينيه داخل الجزائر. اي واحد حاب يخرج بدوله اسلاميه او دينيه فانا اول عدو له. اذا الازوادي حاب في مالي نتاعو، بينه وبين مالي نتاعو هذيك يكبروا بعضهم. النظام نتاعو خارب وهو خارب، كل بعضك انت وهذاك، ما عندك حتى مشكل معاك. اما شبر من الجزائر مع الازواد لا تقبلوه. واش رايك؟ افهم الموضوع، افهم المنطق نتاعي انا. من يطالب الاستقلال في الجزائر من هو الذي لديه براغماتيه والسياسه احسن من النظام الجزائري فقط. لو كان الوهراني يخرج هذاك الغرب الجزائري، كل الجزائريين ام القبائل فقط؟ انا نجمل كل الجزائريين. النظام من فرقهم والشعب الجزائري من فرقه. انا لو كنت افرقه قول لها الجزائريين نهار كي كانوا القبائل موقفين لحد الان مازالت عندهم، الاخرين لا. القبائل الجزائريين يسبوا في قبائل لحد الان. تقول لي ما نقول لك؟ خلينا من الحالات الشاذه تاع يسب ما يسب. ما تقوليش النظام الجزائري بعده. النظام الجزائري فهمت انا، نحكيو في كونفرساسيون. المستوى السياسي النظام الجزائري. انا شوف نعطيك واحد الحاجه. المستوى السياسي النظام الجزائري هو نعطيها لك بمعنى اسري. هو عباره عن اب شهيد خلى لنا هذاك الوطن، الشاهد الفرنسي والشاهد الجزائري. لانه حتى الشاهد الفرنسي ما نخليهش، لانه حتى الشاهد الفرنسي مات على الجزائر، لانه عطى لي 2 ملايين كيلومتر. الشاهد الفرنسي توفى على الجزائر. انا نعتبره شاهد. مستوطنين فرنسيين لا الجندي الفرنسي اللي تقاتل مع جدي هذاك شهيد. انا عندي شهيد، لانه انا احترم الموتى الفرنسيين كش تقاتلوا مع جدادي، ولكن عطاولي في الجغرافيا. لانه الفرنسي توفي من اجل انه يعطيني 2 ملايين كيلومتر كاري وجمعني. جمع الجزائر هذيك، خلق منها دوله. لانه كنا بكري كانت عندنا السيبه، ما كانش عندنا رئيس ولا حاكم. هذه الواقع نتاعنا. حتى في الدوله العثمانيه الشاويه ولا القبائل لم يكونوا ابدا تابعين الدوله العثمانيه. هذه علاقه. فهمت خويا ولا لا؟ رغم انه عيطلهم اماره بجايه، ولكن تغير في مبادئ الروايوم دو كوك ولا الروايوم ديال عباس. خرجوا عليهم قالوا نسيبوا خلاص، حنا الشاويه ما تبعناهمش، الوراث ما تبعناهمش، وما تبعناهمش لا بني مزاب ولا تبعوهم قدام جهات. اما كي تكلم لي اليوم انا هذاك الشهيد اللي توفى على جالي انا باش يخلي لي الثروه الجزائريه، وبعدها امي اللي هو النظام الجزائري ويحتضنني، والسياسه الجزائريه والنظام اللي هو امي باش يحتضنني، عباره عن واش يدير؟ يصرف على اصحابه. النظام الجزائري هو يلبس مليح وعيشنا حنا الخرا، ولادو عيشنا الخرا. القبائلي خرج قال لك انا اعطيني الورث نتاعي. انا ضده، نضنا ضد امنا اللي هو النظام الجزائري اللي يحن على الشعب نتاعو، اللي ولادو حنا ولادو، حنا نورمالمون ولاد النظام. حنا النظام هذاك هو امنا اللي خلالها الورث الشهيد بابانا، اللي هي الخيرات نتاع الجزائر. الام هذيك نتاعنا العاهره
مع احتراماتي للام البيولوجيه، نهضر على الام الروحيه، زعما الام الروحيه والام نتاعنا هذيك اللي هو النظام الجزائري، هو عباره عن عاهره قاعد ياكل هو، يلبس مليح، ويعيش مع دول اخرى لاباس به، وحنا عيشنا في الخراب. لذلك القبائلي قال لك ارواح يا خويا، الورث نتاع بابانا رانا ما قاعدينش ناكلوا فيه حنا، راهم قاعدين ياكلوا فيه البرانيه وبقضايا خارجيه، والنظام هذا اللي هو امنا راهي قاعده تصرف على روحها. نوضنا احنا باش نوقفوا مع خونا القبائلي، نوضنا ضد خونا القبائلي. لذلك خونا القبائلي قال لك اعطيني الورث نتاعي وبالسلامه، اقعد انت مع اصحاب امك، وقعد مع امك النظام الجزائري. هذا هو. على كل حال الهجرة من البلاد راهي ماهيش غير عندي قبيل برك، يعني راهم كل الناس اي كلهم عندك جزائريين ما كيفاش نهضرش على الهجره، انا شوف ما انا نهضر على النظام السياسي الجزائري، شوف حتى الهجره عند النظام النظام المغربي، حتى الهجره عند النظام يعطيك الصحة. التونسي. انا نهضر يا ما نهضرش على الهجره برك، هو السبب الهجره لا ريشاس لا ريشاس. انا لا اقارن نفسي بالمغرب، عيب وعار ان اقارن نفسي بالمغرب او تونس. لماذا؟ لانه المغربي كي نهضر معاه ويقول لي واش عندك انت، استحي استحي. لانه واش هو الاماراتي باد ونحشم. صح صح يدخل صح. فنمرت. شكرا، خلينا نزيد نطلعوا اخرين. يا خويا تهلا في روحك. آه. هذا اللي يقول لي انت شكي من مخزن صهيوني. اتمنى لو كنت صهيوني. هما كوكو يحلانا. انا اتمنى، انا افتخر بالعرق نتاعي الامازيغي. الزوله ما ورد دقيقه. انا افتخر بالعرق نتاعي الامازيغي، لكن كي نشوف المهزله اللي وصلها تبون مع الاماراتيين، فانه افتخر لو كنت عربي. استحي ان اكون امازيغي، لانه الامازيغي صح. لانه لو كان كنا رجال، احنا كنا هزين على جدودنا يوغرطه، هزين على جدنا اكسيل، هزين على الجده تاعنا ذايا، هزين على الجد نتاعنا ما سنسن. اما ان هزين على جدونا تبون وجدونا شنقريحه، عمونا تبون وعمونا شنقريحه، راهو خليك مهزله الى الخليج. صاحب القوميه العربيه، اللي صاحب القوميه العربيه خليك مهزله الامارات اليوم، وصلك انت ذلك. لذلك انك تقول لي صهيوني، اتمنى ان اكون صهيوني، صهيوني عربي، وصهيوني اسرائيلي، وصهيوني اوروبي، وصهيوني اي صهيوني. انا اليوم انا صهيوني امازيغي. واش رايكم؟ انا صهيوني امازيغي، صهيوني امازيغي. نخلي العرق نتاعي الامازيغي ونزيد لها الصهيونيه. انا صهيوني امازيغي، صهيوني امازيغي من اجل مصلحه تاع بلادي. صافا، خير ما نطيح في المأزق نتاعك انت، نولي شية النظام كي يطلع عندي لهنايا اماراتي يهبط لي السروال. الاماراتيين كانوا عندي غير درك لهنا. واش نقول لهم؟ واش نقول لهم؟ واش نقول لهم؟ عطيني واش نقول له؟ نقول له عندي وزاره المجاهدين، قال لي عندي وزاره السعاده. نقول له عندي البياري، يقول لي انا عندي شرطه السعاده. نقول له راني احنا عندنا السكن مجانا السوسيال هذاك نتاع اللي نعاودوه كل دقيقه ودير لاشين ما نعرف شحال من دير باش تدي سكن، وما نعرف تدي فاطمه وتدي فهيمه وتديها عنزه. هو يدير لي كيما كان عندي 1500 متر كاري. نقول له المعاق تاعي يدي 40 اورو للشهر. هو كي هضرت معاه هو قال لي المعاق نتاعي هو. نقول له انا المهر نتاعنا احنا الشروط نتاعنا المهر نتاعنا ما لقاوش تاب واش نتزوجوا الناس حاصلين في الزواج. هو قال قبيله اللي الراتب نتاعو يدي 75,000 درهم. وعيب، راهو عيب. واش نقول له؟ نقول له انا عندي سوق دبي ولا نقول له انا عندي مطار دبي؟ واش نقول له؟ نقول له انا اللي مستثمر في ليبيا، ولا اللي مستثمر في انجلترا، ولا مستثمر في امريكا، ولا مستثمر في فرنسا، ولا مستثمر في المغرب، ولا مستثمر في الجزائر. ولا نقول له انا واش نقول له انا؟ واش نقول له انا؟ عرفتي واش نقول له انا؟ نقول له انا اللي جيت عندك واني حطك يا ايها الامارات يحل عينك. راني درت علاقات مع السعوديه وراني راح نحصرك، وراني درت علاقات مع كيف اسمه مع قطر وراني راح نحصرك، وانا درت علاقات مع البحرين واني راح نحصرك، وانا درت علاقات مع الامارات مع عمان واني حاب نحصرك. هو يقول لي انا عندي علاقات مع المغرب ونحصرك، عندي علاقات مع ليبيا ونحصرك، وعندي علاقات مع النيجر ونحصرك، وعندي علاقات مع مالي ونحصرك. نقول له الاماراتي اسكتا، انا روسيا راهي معايا. يقول لي العزيز خويا، وانا الفاغنر انا هو اللي ندعم فيه هو روسيا. واش يقول لي؟ هو مع الفاغنر. واش يقول لي؟ هو محيط بيا، حوضني كل دورني في الوسط. واش نقول له انا؟ نقول له اروح ندورك انت. وين ندور الصبع يا البواله.
لانه انا مانيش شيط، ما نضربش لابروس، لانه نحب بلادي، لانه على بالي كتخر عليك نهار يزيروك انت ايوا الشعب، النظام والله ما تشوف فيه حيه يا البغل. تفضل.